الفيس كله بيتكلم عن حفلة واحد اسمه ترافيس سكوت، وده رابر مشهور جدا وليه شعبية كبيرة جدا في العالم. اتقال انه هيعمل حفلته في مصر وخصوصا عند الاهرامات. حملات كتير ظهرت رافضة للحفلة دي وترندات وهاشتاجات كتير علشان رافضين ان الحفلة تتعمل في مصر. طب ليه مش دي حفلة زي كل الحفلات اللي بتتعمل؟ هجاوب عليك واقولك لا طبعا. الحفلات بتاعت المغني دي معروف عنها انها حفلات غريبة ومريبة، وكانت اخر حفلة عملها كانت في أمريكا وتحديدا يوم 5/11/2021، يعني من قريب. اتعملت الحفلة بتاعته واللي كانت اعلاناتها غريبة ومريبة. بنرات الحفلة دي كانت عبارة عن وش المغني وبق كبير مفتوح والناس بتدخل من خلاله للحفلة، والبق ده مطلع دخان وتأثير النار حواليه. التصميم ده الناس عرضته، بس اتقال بعد كده انه مجرد تصميم عادي وتنفذ على ارض الواقع من غير ما يهتموا برأي الناس. وحفلات المغني دي معروف عنها انها بيكون فيها خمور ومخدرات كتير من غير رقابة. والحفلة دي بالذات سموها حفلة الشيطان او حفلة الموت، وقالوا ان الشيطان نفسه هو اللي صمم الحفلة. الحفلة ابتدت والكل بيرقص ويغني بشكل هستيري، ده غير ان حجم المكان ما كانش شايل كل الجماهير، لدرجة ان كان في ناس واقفة بره ما لحقتش تدخل الحفلة او ما كانش في مكان انها تدخل الحفلة واقتحمت المكان، والامن ما حاولش يمنعهم، وبقى في تدافع وسط الجماهير. الحفلة فضلت مستمرة وواحد من الجمهور جات له حالة تشنجات خطيرة، وطلب الجمهور من المغني انه يوقف غنى علشان يلحقوا الشخص ده، لكن هو مرضيش يوقف الموسيقى والغنى لحد ما الشخص ده مات فعلا. وحصلت نفس الاعراض ل6 اشخاص تانيين، وهو كان شايف اللي بيحصل بس رافض انه يوقف وكأنه قاصد ان ده يحصل، لحد ما الجمهور كله طلبوا انه يوقف غنى وموقفش غير لما الاسعاف وصل، وما كانش عارف يدخل الحفلة من التجمع الكبير. وقال لهم المغني بكل برود شيلوا الجثث علشان نكمل الحفلة، وبعدها بدقيقتين بس كمل الحفلة عادي. وقال لهم كلمة لو فكرنا فيها هنلاقيها انها كلمة مرعبة وغريبة. قال لهم انا مش بايدي اوقف الحفلة، لو وقفتها حياتي هي اللي هتقف. طب مين المسؤول ان هو يوقف حياته؟ وبعد الحفلة دي 11 شخص من الحفلة جالهم تشنجات وماتوا، وحوالي كان 100 مصاب موجودين من الحفلة، وكأن كل الناس اللي ماتت في الحفلة هي كانت قرابين للشيطان. وسبب حفلته عند الأهرامات إن الأهرامات بالنسبة للماسونيين شيء مقدس، فهل فعلا الحفلة هتتعمل في مصر ولا هيمنعوا إنها تتعمل؟ وخصوصا إن الرابر ده معروف عنه إنه أكبر داعم للماسونية.